إذن حسين آشيو، كرة القدم فيها الكثير من المفاجآت. هل هي مفاجأة اليوم؟ أول مرة منتخب إفريقي يصل إلى الدور نصف نهائي، البرتغال بدون كريستيانو، المغرب لأول مرة في دور النصف النهائي. هل هي مفاجأة؟ لو كان نعاودوا نشوفوا قليل الوراء، منتخب مغربي لم ينهزم ضد منتخبات قوية، دائما كان حاضر ولكن بطريقته كما قال المدرب الآن في تصريحه. يعني كنا ننتظر أن اللقاء راح يصعب على البرتغال، ولكن شفنا منتخب مغربي أكثر قوة، يعني بادر أكثر من اللقاءات الأخرى. سجل، كان قادر يسجل هدف ثاني عن طريق هجمة مضادة. ما شفناش منتخب البرتغالي خلق عدة فرص للتسجيل. الشوط الثاني دخل كريستيانو، يعني ضيع كرة أو كرتين. حارس في المستوى، ولكن كانوا قادرين يقضوا يعني على المقابلة قبل يعني الوقت يعني الإضافي. حارس كذلك ما سقطش، اللاعب حب يلعب يعني بيشنات ويسجل هدف جميل. أنا نظن فاز بجدارة واستحقاق. لما نشوف الدور يعني الإقصائي اللي قبل سويسرا البرتغال، نقول أن البرتغال كان قوي ومن الصعب المنتخب المغربي يفوز عليه لما نشوف المباراة من قبل. ولكن لما نشوف المباراة اليوم ونحللها، شوف أن المنتخب المغربي عرف كيفاش يصمد، كان قوي وعرف كيفاش يلعب بقوته في الهجمات المعاكسة، وسجل هدف وصمد وعرف يشد كرة. أنا نظن فاز بكل يعني جدارة واستحقاق. هل المنتخب المغربي يلعب على قدراته، عرف الركراكي بأنه يجب أن يبقى يدافع لدرجة كبيرة ثم يخرج وساعدوا الهدف اللي سجل في دقيقة 42 توقيت مميز جدا، وبالتالي صامد واغلق كل لعب شيء. شوف، لعب على قدراته، لعب على ثقته الكبيرة، لعب على مقابلات اللي أداها مع منتخبات قوية واللي ما خسرش فيها. لعب على الهدف الواحد اللي سجلوه عليه في طول المنافسة. هذه الأشياء كلها يعني أعطت يعني المنتخب المغربي ثقة كبيرة، وأعطت له يعني هذاك الروح المعنوية اللي يقدر ينافس بها أي منتخب. لما تلعب أنت ضد أكبر المنتخبات، كرواتيا، إسبانيا، وتلعب البرتغال، يعني والشوط الأول يعني احنا كنا نقول لازم المنتخب المغربي باش يعني يبقي حظوظه في الفوز أنه ما يتسجلش عليه في الشوط الأول، ولكن هو سجل، وبالتالي عامل إضافي. عامل إضافي. أنت وش راح يقول المدرب اللاعبين؟ أنتم على بعد 45 دقيقة من التاريخ، من نصف نهائي تاريخي. شوف اللاعبين كيفاش راح يتحمسوا حاكين، شوف كيفاش راح يعطوا كل ما عندهم. أنا نظن مدوا كل ما عندهم. شفنا سايس يعني الصخرة، يعني صخرة الدفاع كيفاش يعني تصاب، يعني لأنه مد لعب بكل قوته طيلته، وأحد يعني أحد الأعمدة في هذا الفريق اللي شفناه، وراح يعني غيب عليهم ثقل كبير، راح يروح يعني من الدفاع. شفناه كيما يعني تصاب في آخر اللقاء، باش تشوف باللي اللاعبين عطاو كل ما عندهم. ويعني في كرة القدم لما تمد كلش ترجع لك كرة القدم.